ما تاخدش حد بظن حد، لإن دوّة هيرجع لك تاني وربنا مش هيسامحك. حكاية النهارده من بنت اسمها يسرا، يسرا عندها 24 سنة، مش هنقول طبعًا من أي مكان أو من أي بلد لإنها هي مش حابة تذكر كده علشان يعني ما حدش يزعل، وهنتكلم عن القصة بشكل عام. زي ما قُلت لكم إن يسرا عندها 24 سنة، وهي عايشة مع باباها ومامتها وأخوها، وفي يوم من الأيام كده جالها عريس واتقدم لها بالفعل العريس دوّة. وبالفعل باباها ومامتها وافقوا كمان عليه بسرعة، لإنه هو كان شخصية كويسة جدًا وشغله كويس أوي، يعني مش كان ناقص له حاجة، يعني كانت شقته جاهزة وبيشتغل شغلانة مضمونة وكويسة وكل حاجة تمام التمام. فقالوا لي شوفيه كده واقعدي معاه وإحنا يا بنتي موافقين عليه لإنه شخص محترم وكمان أبوكِ سأل عليه برّه. ولمّا قعدت معاه فعلًا لقيته كان شخص حنين أوي وطيب وكويس. وافقت فعلًا وزي ما أبويا وأمي وافقوا وكان فعلًا الموضوع سريع، يعني ما خدناش في الخطوبة وقت كتير أوي، الخطوبة يعني كمّلت 5 شهور واتجوزنا بعد كده. ورُحت قعدنا أنا وهو وتقريبًا كده عِشنا 4 سنين من أحلى أيام حياتي، عِشتها معاه في ال4 سنين دول. هو شخص بصراحة ملتزم جدًا، يعني عارف حقوقه وواجباته وبيعرف يقدّرني كويس أوي. والحمد لله ربنا رزقني في خلال ال4 سنين دول ب3 أولاد زي القمر. وكانت حياتنا جميلة أوي وسعيدة، وكنا عايشين حياة هادية وجميلة، لغاية بقى ما جه اليوم الموعود. في يوم من الأيام جالنا كده اتصال تليفوني من أمي، ورديت عليها وقُلت لها: "في إيه يا ماما؟" لقيت أمي ساعتها بتكلمني وهي متضايقة جدًا، وبتقول لي: "أخوكِ أحمد تعبنا خالص." قُلت له: "ليه؟" قُلت لها: "ليه في إيه؟" قالت لي: "إحنا رُحنا نخطب له فاترفض وإحنا زعلانين جدًا، وقاعدين يعني حزنانين وأخوكِ كمان زعلان." قُلت لها: "إزاي رفضوه يعني؟" قالت لي: "هُم ردّوا علينا وقالوا إحنا محتاجين يعني حد يكون واجهة اجتماعية كده ويكون شخصية كويسة ويكون يعني صاحب شركة كده وعنده نفوذ." المشكلة بقى إن أنا عرفت إن هو كان رايح يخطب بنت عمي. قُلت لها: "يعني إزاي يعني هُم إزاي اتأمروا كده، هُم ليه فاكرين نَفْسهم إيه، هُم مش عارفين يعني أخويا يبقى إيه، يعني أخويا محمد ما شاء الله يعني عليه." وبصوت حزين بقى ماما قالت لي: "خلاص مش مشكلة سيبِك منها وشوفي لنا أنتِ حد كده لو تعرفي حد." قُلت لها: "يا ماما أنا بصراحة يعني أنتِ عارفة إن أنا متجوّزة بقى لي 4 سنين وساعة جوازي ما اختلطتش بحد ولا أعرف بنات وكده." قالت لي: "يا ستي شوفي لنا حد من صاحباتِك كده، واحدة تكون كويسة أو حد قريبِك كده يكون كويس علشان نخطب لأخوكِ يعني محمد ونفرح بيه زي ما أنتِ عارفة. أنتِ عارفة إن أخوكِ محمد كبر ومحتاجين إن إحنا نفرح بيه ونفرح بولاده." قُلت لها: "يا ماما أنا والله ما فاكرة حد من صحابي، ده أنا متخرّجة من الجامعة يعني أنا سايبة الجامعة بقى لي أهو 10 سنين، وسايبة كل صحابي وما أعرفش حد يعني فيهم." فقعدت أفكّر كده مع نفسي قُلت لها: "استني، استني أنا يعني جات في بالي كده واحدة كويسة، أنا عندي حد كويس أوي لأخويا." ومن هنا بقى بدأت الحكاية. قالت لي: "قولي لي مين؟" قُلت لها: "أنتِ عارفة نرمين؟" "نرمين أخت جوزي." قالت لي: "آه والله، والله البنت دي فعلًا كويسة وجميلة ومؤدّبة." هي إزاي الفكرة دي يعني ما عدّتش عليَّ؟ قالت لي: "خلاص بقى علشان خاطري يا بنتي شوفيها كده وفتّحيها في الموضوع كده واسألي واعرفي إيه الموضوع، واعرفي كده رأيها هل بتفكّر في الجواز وكده، وحاولي تعرفي لنا الموضوع ده الليلة." قُلت لها: "يا ماما ما تستعجليش، كل شيء بأوانه، خلّيني بس أتكلّم مع جوزي الأول وبعد كده أبقى أعرض على أخته." قالت لي: "يا ستي وأنتِ لازم تقولي لجوزِك، ما تعرضي عليها هي على طول." قُلت لها: "لأ برضه علشان يكون جوزي عنده خبر، افرضي بقى جوزي أحرجني وقال لي أنتِ إزاي تروحي تقولي من غير ما ترجعي لي وكده، لأ استني يا ستي أنا الأول هاحكي أتكلم مع جوزي الأول وأشوفه هيقول إيه." فقالت لي: "خلاص ماشي بس ما تتأخريش يعني علشان نحاول إن إحنا نخطب لأخوكِ بسرعة كده ونجوّزه، أنا نفسي يا بنتي أفرح بيه قبل ما يجرى لي حاجة." وكلام من ده، أنتم عارفينه اللي هو كلام الأمهات. طبعًا أنا المفروض إن أنا زي ما قررت إن أنا مش هاتصل على نرمين بسرعة كده، لأ أنا هاقعد مستنية بس لمّا جوزي يرجع من برّه، يرجع من شغله كده وهاعرض عليه الموضوع وأشوفه هيقول إيه وأشوف رأيه. وفعلًا استنيت لمّا جوزي يرجع من الشغل وقابلني وقعدنا كده نتعشى، عملت له أكلة حلوة كده، وبعدها فتحته في الموضوع وقعدنا نتكلم سوا زي ما إحنا متعودين كده بالليل. قُلت له: "باقول لك إيه، أنا في كده موضوع كنت حابة إن أنا أفاتحك فيه وأتكلم معاه." قال لي: "وماله، احكي أنتِ عايزة إيه؟" قُلت له: "أنت طبعًا عارف إن إحنا مش هنلاقي أحسن من أختك نرمين يعني لأخويا محمد وكده." قال لي: "والله؟"
ولقيته كده أخويا فرح جدًا وقال لي: "وإحنا برضه مش هنلاقي أحسن من محمد لأختي، وربنا يا ستي يتمم بخير، خلاص اعرضي على أختي وشوفيها هتقول لِك إيه." قُلت له: "خلاص ماشي." المهم إن أنا قُلت إن أنا الصبح بقى هاكلم أخته وأشوف رأيها إيه وأعرف منها الدنيا ماشية إزاي، وفعلًا تاني يوم الصبح كده على الساعة 11:00 رُحت أنا واخدة التليفون وكلمتها، وقُلت لها قالت لي لقيتها كده فرحت شوية وقالت لي: "آه أنا عارفة أخوكِ يعني وشُفته كذا مرّة كده في كام مناسبة، بس أنا مش عارفاه يعني تعارُف كده، أنا عارفاه من بعيد كده اللي هو إزيك، الله يسلمك، خلاص خلّيه يتقدّم ونشوف الوضع يعني أنا ممكن أقعد معاه وأشوفه وكده." لإن أنا ما أعرفش عنّه حاجة يعني وكده، ففعلًا راحوا وقعدوا مع بعض وهُم الاتنين أخدوا على بعض يعني واستأنسوا بعض جدًا ووافقوا على بعض، وكانت فرحة لينا كُلّنا ولكل أهلي وخصوصًا أمي، لإن أمي كانت متضايقة جدًا من بنت عمي لإنها رفضت أخوه، وفعلًا حددنا بعد كده ميعاد الفرح وكان ميعاد الفرح بسرعة، ولمّا اتجوزوا طبعًا تقريبًا كده قعدوا حوالي 7 شهور أو 8 شهور وللأسف ما فيش أي مثلًا كلام عن الخلفة وكده، فابتدى أهلي يعني وأهله يقلقوا لإن لازم يعني يروحوا ويكشفوا علشان يطمنوا على نفسهم ويشوفوا الوضع إيه والمشكلة من عند مين، وهل في مشكلة تمنع يعني الحمل والخلفة وكده عنده أو عندها، لإنهم كانوا قلقانين جدًا على أخويا وزوجته. ولكن بقى مع ضغط الأهل وكده هُم يعني كان أخويا وزوجته مش كان في دماغهم الموضوع ده، بس مع ضغط الأهل وهنا قرروا إن هُم فعلًا يروحوا يحللوا، ولمّا راحوا المستشفى وعملوا كل الإجراءات يعني اللازمة لكده، قالوا لهم استنوا يعني نتيجة التحليل هتبان كده تقريبًا حوالي أسبوع، والأسبوع دوّة للأسف عدّى على عيلتنا وعدّى على أمي بالذات كان أصعب أسبوع هي مرّت عليه، لإن يعني إحنا كنا منتظرين النتيجة وهُم برضه كانوا منتظرين نتيجة بنتهم، وإحنا منتظرين نتيجة أخويا. وعدّى الأسبوع، وبعد ما عدّى الأسبوع كده جيت بقى على الساعة 10:00 كده الصبح، لقيت ساعتها أخويا بيرن على التليفون، فبيصبّح عليَّ كده وكده، بس أنا طبعًا كنت مستنية الخبر يقول لي وكده، فعلًا جريت ورديت عليه في التليفون وقُلت له: "أهلًا إزيك يا حبيبي يا محمد عامل إيه وأخبار النتيجة إيه وكده؟" لقيت صوته حزين أوي وزعلان، قُلت له: "مالك في إيه أنت زعلان من إيه؟" قال لي: "بصراحة كده نتيجة التحاليل ظهرت ونتيجة التحاليل أثبتت إن زوجتي يعني مش هتخلّف وعندها مشاكل يعني في الخلفة وكده، وكمان مش هتخلّف خالص، وأنا مش عارفة بصراحة أفاتحها وأعمل إيه، أنا بصراحة بيني وبينِك يا أختي أنا باحبها جدًا ومش عايزة أزعّلها ومش عايزة يعني حد يعرف حاجة عن الموضوع ده، بس أنا بصراحة عاوزة أفاتحها إن أنا ناوية إن أنا أتجوّز يعني وأخلّف، علشان بصراحة أنا نِفْسي في حتّة عيّل وكده، بس مش عارف يعني أعمل كده إزاي." طبعًا لمّا أخويا قال لي الكلام ده أنا ساعتها انصدمت طبعًا وقُلت حبيبتي يا عيني والبنت جميلة يعني وحلوة وطيبة بس ده قضاء ربنا وقدره، قُلت له: "طيب اصبر عليها بس شوية وحاول إن أنت ما تقولّهاش يعني موضوع إنك عايز تتجوّز عليها أو نِفْسك إن أنت تتجوّز عليها علشان ما تزعّلهاش يعني وعلشان كمان ما تتعبش نفسيتها أكتر من كده." قال لي: "خلاص." المهم أنا كنت متضايقة برضه على أخويا لإن أخويا يعني مش صغير ده أخويا كبير في السِن، أخويا للأسف اتجوّز يعني كبير، متجوّز وهو عنده 38 سَنة. فكنا عايزين نفرح له بأي خلفة يعني عايزين نفرح أمي كانت عايزة تفرح بيه تشوف أي خلفة له قبل يعني ما يجرى لها حاجة فالموضوع ده كان تعب نفسيتنا جدا وبعد يومين 3 كده لقيت أخويا بيتصل عليَّ وبيقول لي: "أنا مش عارف أعمل إيه، أنا كلمتها ووافقت وقالت يعني ما فيش مشاكل وكده ولقيتها موافقة ومرحبة، ودلوقتي أنا طلعت البيت يعني وبادوّر عليها كده مش بترد واتصالات بارن عليها ما بتردش، قافلة موبايلها حتى أهلها مش عارفين هي راحت فين والّا حتى جات منين." فقُلت له: "إزاي الكلام ده حصل؟" قال لي: "والله هو ده اللي حصل وأنا باتصل عليها دلوقتي وما حدش عارف مكانها هي راحت فين بالضبط والّا طلعت من البيت والّا راحت فين، إحنا بندوّر عليها كلنا." وفعلًا الموضوع يعني زاد خالص عن الأول، بس الموضوع كان غريب يعني إزاي هي كانت موافقة في الأول وبعدين يعني طلعت وما رجعتش لأهلها، ما حدش يعني كان عارف هي راحت فين وتليفوناتها كمان كلها اتقفلت، ومش كنت راضية أقول على جوزي، ولكن لمّا جوزي جه وكده لمّا جه سألني بيقول لي: "في إيه الموضوع؟" قُلت له: "حصل كذا وكذا." وكلم والدته وكان متضايق جدًا، وقال لي: "إزاي ده يحصل وإزاي الكلام ده؟" طبعًا هو اتعصب عليَّ وقال لي: "طب إزاي أخوكِ يعمل حاجة زي كده، وإزاي أخوكِ يروح يقول لأختي إن هو عايز يتجوز عليها؟" فقُلت له: "معلش أنا هاعمل إيه الموضوع كان حساس وأنا ما كنتش راضية إن أنا أقول لك وكده." لقيته راح طلع وسابني وقفل الباب وراح يدوّر على أخته، وفعلًا بعد شوية لقوا زوجة أخويا يعني رجعت لأهلها، كانت هي مصدومة وحزينة وزعلانة عشان كده كانت قافلة تليفوناتها وكده، بس لمّا حالتها استقرت شوية راحت راجعة لأهلها وقعدت هناك، لكن طلبت
طلب من أخويا إن أخويا ينفصل عنها، لإن هي خلاص ما بقِتش إن هي عايزة تعيش معاه تاني، أو بمعنى أصح هي مش عايزة تعيش مع ضُرّة يعني يجيبها البيت وكده، فقالت لأ إحنا لازم ننفصل وكده. فعلًا أخويا سمع كلامها وراح المحكمة وطلّق مراته وانفصل عنها. طبعًا أنا ساعتها اتضايقت أوي وأمي كمان لقيتها بتتصل بيّا وهي بتبكي وبتقول لي: "شُفتِ أخوكِ عمل إيه؟ ده أخوكِ طلّق مراته وكده في المحكمة". قُلت لها: "طيب يا ماما أنتِ زعلانة ليه؟ ما هو اللي جابه لنفسه، هو اللي قال لها أنا هاتجوّز عليكِ". فهي مش حابة إن هي تدلّعها على ذمته وكده. فالمهم بقى قفّلت مع أمي. بعد كده بقى جوزي سمع الموضوع اتعصب وزعل، وراح جوزي سابني ودخل أوضة النوم. فرُحت جريت وراه وكلمته قُلت له: "أنت مالك زعلان ليه؟". قال لي: "يعني يا بنتي حطّي نفسِك مكان أختي، لو أنا قُلت لِك أنا رايح أتجوّز عليكِ هتعملي إيه؟ مش هتتنرفزي وتتعصبي". قُلت له: "طب أنا أعمل إيه يعني؟ ما هو أختك هي اللي طلبت منه إنها تنفصل". فراح قايل لي: "ما أنتِ أخوكِ بِجِح، أخوكِ رايح يقول لها أنا هاتجوّز عليكِ وأخوكِ مش كويس يعني إنه يقول لها حاجة زي كده". قُلت له: "طَب أقول لك إيه، خلّي مشاكلي ومشاكل عيلتي وعيلتك على جنب، خلّينا نعيش زي ما إحنا وبلاش ندخّل على نفسنا أبواب المشاكل". قال لي: "خلاص إحنا فعلًا لازم نخلّي حياتنا بعيدة عن الأهالي وكده، ومش عايزين أي مشاكل ما بيننا". وسكت. وعدّى يوم و3 بس جوزي لاحظت عليه إن هو بدأ يتغيّر خالص معايا ومش مرتاح. وفعلًا أخويا ابتدى إن هو يدوّر على عروسة تاني وراح اتجوّز فعلًا. والموضوع ده كان عامل يعني حساسيات كبيرة أوي ما بيني وما بين جوزي، وما بين أهل جوزي يعني وبين أهلي، لإن جوزي كمان مش عايز يروح معايا يعني حصلت كذا مناسبة وما رضيش إن هو يروح معايا، واتحجج إن هو بيسافر يعني وبيروح في مشاوير بعيدة أو شغل بعيد، ما عادش خالص بيزور أهلي. لدرجة إن أخويا برضه لمّا جه يتجوز رفض إن هو يروح معايا واعتذر، وأهله كلّهم كمان ما حدش فيهم يعني حضر الفرح وكده. طبعًا هُم معذورين، أنا مش بجحة يعني علشان يحضروا، هُم معذورين وما حدش هييجي يعني لأخويا بعد اللي حصل منه ده. وفعلًا بعد كام يوم يعني بعد ما أخويا اتجوز لقيت جوزي كده عمّال يكلمني بعصبية ومتنرفز عليَّ على الآخر. قُلت له: "مالك؟". قال لي: "ما فيش حاجة". ولقيته سابني ونزل على شغله. وبعد نُص ساعة كده راح متصل بيّا، فرديت عليه. قال لي: "بُصّي أنا ما رضيتش إن أنا أتكلم معاكِ يعني قدّام الولاد وكده". وكان بيرد عليَّ وهو متعصب ومتنرفز. لقيته بيقول لي: "بصراحة كده أنا قررت إن أنا أتجوز". قُلت له: "إزاي أنت بتهزر والّا إيه؟". قال لي: "لأ الموضوع خلاص جَد ما فيهوش هزار وأنا اخترت بنت خالي". قُلت له: قُل لي كده قصدك بنت خالك يعني فلانة اللي أنا أعرفها اللي كانت أمك يعني تجيب سيرتها وتقول ده هو كان هيتجوز بنت أخويا وكده، أنت رجعت للحب القديم بتاعك". قال لي: "باقول لِك إيه خلاص ما ينفعش الكلام دوّة دلوقتي، أنا خلاص رايح وهو مسافر دلوقتي وأنا وأهلي محددين ميعاد الفرح، وأنا خلاص أهو هنتحرك علشان نروح نتقدم لها رسمي". أنا ساعتها في اللحظة دي كنت متضايقة، فرُحت داعية عليه وقُلت له: "روح ربنا ما يوفقك لا في طريقك وتعمل أي حاجة ويجرى لك حاجة". وفعلًا بعد كده قفلت معاه السكة ورُحت يعني كنت منهارة وعمّالة أعيط من شدة التعب والانهيار اللي أنا كنت فيه. فجأة نمت، وبعد كده حوالي 3 ساعات اتفاجئت إن أمي بتكلمني تقريبًا كده على بعد صلاة الفجر. فرديت عليها فبتقول لي: "أنتِ ما بترديش على التليفون ليه؟ ده أنا رنيت عليكِ كذا مرة". قُلت لها: "ليه في إيه؟ إيه اللي حصل؟". قالت لي: "إيه يا بنتي أنتِ مش موجودة مع جوزِك في المستشفى ليه؟". ساعتها أنا اتخضيت وقُلت لها: "ليه في إيه؟ إيه اللي حصل؟". عرفت هنا إن ناس يعني اتصلوا على أهلي وبيقولوا إن جوزي راح المستشفى وعمل حادثة كبيرة خالص، والكفر بتاع السيارة فرقع واتبهدل، وجوزي بقت حالته خطيرة أوي في المستشفى، حصل له كسور واتبهدل جامد". أنا هنا كنت مسحولة خالص، يعني كنت متضايقة إن أنا دعيت عليه والّا إيه اللي حصل والّا إيه الموضوع. لبست بسرعة هدومي ورُحت رايحة جارية على طول على المستشفى. لقيت طبعًا أهله كانوا كلّهم موجودين هناك، اللي فيهم بقى كان متضايق واللي فيهم كانت حالته صعبة، لإن كان جوزي حالته خطيرة وداخل في غيبوبة شديدة لإنه اتصاب بكسور كبيرة أوي. طبعًا وقعد فترة في الغيبوبة، قعد حوالي أسبوع، ولمّا فاق الدكتور كان رَدُّه بيقول لي إن خلاص يعني جوزِك مش هيقدر إن هو يمشي تاني، ده غير كمان إن هو مش هيتكلم غير بسيط جدًا. لإن كان جوزي بيمشي الأول ويتحرك، بس دلوقتي بقى عنده مشكلة في العمود الفقري، والمشكلة دي سببت له إن هو مش هيقدر يمشي تاني، أو ممكن يمشي بس بسيط جدًا، يعني هيمشي كده بعكاز كده. المهم إن أنا أخدته معايا البيت وقعدت تحت رجله، وقعدت طول الفترة دي أخدمه. ولكن نظراته وكلامه ليّا كان بيقول لي يعني نظراته كانت صعبة، يعني زي ما يكون بيقول لي كده إن أنتِ السبب، وإن أنا يعني السبب لإني أنا دعيت عليه. وفعلًا أنا كنت دعيت
دعيت عليه، بس دعيت عليه في لحظة غضب، وأهله كمان على طول بيلوموني وبيقولوا أنتِ اللي ضريتِ ابننا لإنِّك أنتِ اللي دعيتِ عليه وأنتِ اللي قضيتِ على مستقبله، على الرغم إن أنا عايشة أهو بقى لي سنتين خدامة تحت رجله وباخدمه وباشيله وباعمل له كل اللي هو عايزه. أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا عارفة إن أنا غلطانة، بس أنا يعني دعيت في لحظة غضب، ما كنتش متوقعة ولا 1% إن ممكن يجرى له حاجة زي كده. ما هو اللي استفزني وهو اللي قال لي أنا رايح أتجوز عليك، يعني كان مستني مني إيه غير إني أدعي عليه؟ يعني أي واحدة مجرد بس إن هي تسمع من جوزها كده أكيد هتدعي عليه بطبيعة إن هي بتغير يعني. فأنا مش عارفة أعمل إيه وأتصرف إزاي، أنا حاسة باللوم من كل اللي حواليا وحاسة إن أنا مذنبة. أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا يعني باقدّم قصتي دي ليكم وفتحت لكم قلبي ليكم علشان مش أي واحدة تروح داعية كده دعوة تقضي بيها على اللي قصادها، يعني مهمًا كان أخوكِ، أختِك، جوزِك، قريبِك، اوعي تدعي على حد كده، لإن الدعوة ساعات بتُستجاب وإحنا مش عارفين يعني إيه اللي ممكن يجرى لنا بكرة. فيا ريت، يا ريت كل واحدة تاخد بالها من لسانها وما تدعيش على حد، لإن أوقات كتيرة أوي أبواب السما بتبقى مفتوحة ساعة الدعا وإحنا مش ضامنين ظروفنا ولا ضامنين إيه اللي ممكن يحصل. يا ريت كل واحدة تسمعني اوعي إنِّك تدعي على حد، اوعي، لإن ده هيترد لِك في الآخر.